صورة انتشرت على السوشيال ميديا لعيل صغير. الناس كلها كانت بتطالب بإنقاذه من الست اللي كانت واخداه من أهله وقاعدة بتشحت بيه في منطقة الألف مسكن. الولد كان شكله زي القمر وجميل جدا، وقاعد جنب ست واضح جدا إنه ما يقربش ليها ولا إنها من أهله، وده اللي خلى الكل يشك في إنها واخداه غصب عنه ومن ورا أمه وأبوه. عشان كده كله بلغ عنها وفعلا اتمسكت. فتعالوا معايا أعرفكم المفاجأة الكبيرة قوي اللي اكتشفها رجال الأمن لما تم القبض عليها وخدوا منها الولد. تابعوا بقى الفيديو ده معايا وهتعرفوا كل حاجة من طقطق لسلام عليكم. خلال الساعات الأخيرة انتشر على السوشيال ميديا صورة تسببت في جدل كبير قوي بين الناس، وكان ظاهر فيها عيل صغير شكله أمور قوي وتقاطيعه جميلة جدا. كان قاعد جنب ست شكله يخوف، وواضح جدا إنها مش قريبته خالص. واللي زود الحوار إن العيل كان قاعد وعلى ملامحه باين قوي إنه كان خايف ومش طبيعي، وإن الست دي أكيد واخداه من أهله. الناس بقت تناشد قوات الأمن والشرطة إنها تتدخل بسرعة كبيرة عشان ياخدوا العيل الجميل ده من الست دي اللي كان واضح إنها واخداه عشان تشحت بيه. وكل الناس عملوا بلاغات إنها قاعدة بالعيل الصغير في منطقة الألف مسكن في القاهرة. الشرطة طلعت على الألف مسكن في مكان القعدة فيه الست الشحاتة دي، واتضح بعد التحريات إنها ملهاش أي دعوة بالولد الصغير الجميل ده، وإنه كان قاعد جنبها وقت التصوير الصورة بالصدفة. المفاجأة الكبيرة إن العيل أبوه وأمه طلعوا منفصلين عن بعض، وإن أمه راحت اتجوزت راجل تاني وعايشة حياتها وسايبة الولد، وكمان أخته سراحين في الشوارع ساعات طويلة قوي كل يوم ومش في بالها خالص. وده اللي خلى الولد يوصل لأماكن بعيدة عن بيتهم لأنه قاعد مع أمه وجوزها. اتضح كمان إن شحاتة ما كانش ليها أي علاقة بالولد، وإنها كانت معدية بالصدفة في الوقت ده. وطبعا بعدها القصة ما خلصتش، لأن النيابة قررت إنها تستدعي والد العيل الصغير عشان تحقق معاه في الواقعة. لكن والد العيل قال إنه ما يعرفش أي حاجة عن عياله ولا إزاي مراته بتتصرف معاهم، وما يعرفش إنهم قاعدين في الشوارع طول الوقت بعد ما أمهم راحت واتجوزت واتلخمت في حياتها الجديدة. وبسبب كده الشرطة حجزته هو والشحاتة وحولتهم كمان على النيابة عشان يتم التحقيق معاهم. وبعد فحص جميع الأدلة والشهادات ثبت إن مفيش أي شيء بيربط الشحاتة بالعيل الصغير ده، وطلعت براءة من التهم اللي اتوجهت لها. ولسه النيابة بتحقق مع أبو العيل وأمه بسبب الإهمال الشديد اللي كان هيضيع ابنهم. في النهاية شاركونا بقى برأيكم وقولوا لنا يا ترى تفتكروا هيكون إيه قرار النيابة العامة بخصوص الولد وأمه وأبوه؟ يا ريت بقى تكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.